السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنكمل فيه مستند جديد من مستندات العطا أو مستندات التعاقد. يعني هو يعتبر مشترك ما بين الاتنين، يعتبر هو مستند عطا وفي نفس الوقت هو مستند تعاقد في حالة النص عليه كمستند تعاقد في الكلوز أو في البند الخاص بتعدد أو تعديد مستندات التعاقد في العقد. المستند بتاعنا النهارده هو مستند ملاحق العطا أو التندر أدندا. التندر أدندا وأدندا اللي هي جمع أدندم، ممكن نقول عليها أدندا وممكن نقول عليها أدندمز عادي. في الأصل الكلمة لاتيني مش إنجليزي، فتجمع على أدندا أو أدندم. الملاحق غالبا بتصدر لتوضيح معلومة كانت ناقصة في المستندات اللي طلعت مع الطرح في البداية، بتتضمن رد على استفسارات اللي هو response queries. بيبقى في حد مثلا من التندرز لاحظ اختفاء معلومة معينة في حاجة معينة من مستندات العطا، فبيبدأ يرفع RFI request for information. الإجابة على الريكوست دي بتعتبر هي response to query. ممكن نطلعها في هيئة responses تتبعت للناس كلها، أو ممكن نطلعها كتندر أدندا عشان نضمن الناس كلها يوصلها نفس الردود بنفس الطريقة، وكمان نضمن إن الحاجة دي مسجلة في مكانها. إيه مدى أهمية المستند ده وليه بنتكلم عنه؟ في بعض بنود تعديد مستندات التعاقد بتتعد ملاحق العطا كجزء من المستندات. يعني دايما كده في نهاية الكلوز ده، كلوز 5.2 في 87 فيدك، أو كلوز 1.5 في 99. دايما في النهاية كده آخر مستند بنتكلم عليه بنقول or other documents أو other related documents. لا، في بعض العقود، يعني أنا شفت شخصيا الموضوع ده إن هو بيذكر كده بدل الأذر ديت أو قبل الأذر دي، أو في العقد بقى نفسه اللي هو العقد اللي يوتيلايزد على مشروع بعينه، بيكتب كده التندر أدندا إن هي جزء من مستندات التعاقد، عشان نضمن إن الردود اللي طلعت للناس في مرحلة التندر هي أوريدي موجودة. طب ده كده لو اتنص عليها. طيب لو ما اتنصش عليها، إيه وضعها التعاقدي أو إيه وضعها من الناحية القانونية ومن ناحية حكمها على بنود التعاقد؟ غالبا التندر أدندا بيبقى طالع موجه لمستند بعينه، بيبقى توجيه للمستند ده أو تفسير لشيء ورد في المستند. فبفرض إن هي ما طلعتش موجهة، أو بفرض إن هي ما تعدتش جزء من مستندات التعاقد، طلعت موجهة إلى مستند معين، فإحنا عايزين إيه؟ عايزين نقول إن المستند ده أو الملحق العطا ده هياخد نفس أولوية المستند الموجه لتفسيره في الموضوع بتاع ال priority of documents أو أولوية المستندات. في حالة التعارض ما بين مستندين أو أكتر بنلجأ طبعا لجزئية الأولوية والترجيح بين المستندات، هنتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله. ففي حالة إن ملحق العطا صدر تفسيرا لبند معين أو لجزئية معينة في مستند من مستندات العطا، في نفس الوقت لم تتضمن مستندات التعاقد ملاحق العطا، في هذه الحالة ملحق العطا اللي بنتكلم عليه هياخد نفس أولوية المستند اللي بيفسره أو المستند اللي بيوضحه في حالة عدم وجوده في مستندات التعاقد. يعني من ضمن التوصيات اللي بنتكلم عليها في ملاحق العطا إن هي تطلع طبعا مكتوبة، إن هي تتبلغ لكل التندرز، الحاجات اللي اتكلمنا عليها قبل كده سريعا كده، حاجات بس خاصة بالكوميونيكيشن وتوصيل المعلومة لكل التندرز بصورة صحيحة. شكرا لحضراتكم وأشوفكم مرة تانية.